أمسك عليك لسانك وارسك قبع عربك اسك قبع عربك عربك اسك قبع عربك أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام يوكو هلاقين عربك وليسعك بيتك قريقاق ناحكو ديقو وارقريقاق وهكوكو في الله معنى هذا وحوية دادك اسكنا بتقلي ويان اسكنا بتقلي دادك ويان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الفتن وضلالات. عباد الله، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، فإنها جماع الخيرات وسبيل السعادة والنجاح، بها تسكن النفوس وتستقيم الألسن وتصلح القلوب. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله تعالى في كل ما تقولون وتفعلون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إخواني في الله، وقهرين إلهي سبحانه وتعالى إنه كعبسنه، ربنا تبارك وتعالى إنه كدورسنه، الدنيا آخرتها سن كل يبانينا، سهيد أوين الرضا إنه كلا تجينا والله كعبسي. دينتنا الإسلام هو دين كاملة، والدين أن وحبك تجين لنا والبتو سيوها جاجسي، عبادة عقيدة أخلاق ذي معاملة شرعية حكمك لنا والبا ويتوسسي. diinteenna qiimaha badan waxyaabaha sida gaarka uga warantay waxa kamid ah inaynu markaa hagaajino qowlkeena iyo hadalkeena, oo hadal wanaagsan iyo qowl wanaagsan inuu ku hadalo, isla markaa aynu iska ilaalino hadalka xun. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka wuxuu inoogu gallad sheegtay nicmada wax caddaynta iyo hadalka, inuu qofku wax caddeeyo hadlo oo hadal wax ku caddeeyo waa usluubka ugu qiimaha badan ee ugu wanaagsan. ilaahay baa inoogu gallad sheegtay nicmooyinka ilaahay bixiyaanay ka mid tahay الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله تبارك وتعالى إله الرحمن كا وإله أضومها رسولك يا مؤمنين تبع قرآن كبري مخلوقات كلنا الله أبو رواء الله سبحانه وتعالى وعطينته ربي سبحانه وتعالى بري
hadalka ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala u baray rabbi baa ku ilhaamiyey oo u sahlay waana kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wa inna min albayaani la sixraa qofku inuu wax caddeeyo si quman oo wanaagsan wax u caddeeyo waxay ka mid tahay waxyaabaha sixirka bimacnaa waxyaabaha qofka uu markaa waxa weeyaan dadka kale uu ku kala wareejin karo sidii sixirka oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kale waxau idhi alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn wahadaynaahu najdayn miyaanaan addoommaha u yeelin baa rabbi idhi subxaanahu wa tacaala laba indhood miyaanaan u samaynin carab iyo labadiisii dabnood ilaah waad noo yeeshay waa nicmo waa seef laba af leh oo qofku hadduu xagga wanaagga ula kaco wax badanoo khayra ayuu ku mutaysanayaa hadduu xagga sharka ula kacana shar badan ayay markaa sabab ugu noqonaysaa waxaana laga yaabaa kelmaduu qofku ku dhawaaqay oo aanu ka fiirsanayn inay sabab ugu noqoto masaafo qorrax ka soo bax iyo qorrax ka dhac intay isu jirta in leeg inuu cadaabka alle subxaanahu wa tacaala kaga shalwado waxaynu joognaa zaman iyo wakhti